السلام عليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه: من تسبب في اعتقال الصحفي الحر سعد بوعقبة؟ لتعلموا أن سعد بوعقبة تحدث على عدة شخصيات، وتحدث كذلك على عدة دول. تحدث عن هواري بومدين، بن بلة، بوتفليقة، وتحدث عن أمريكا وسيطرة الصين على السوق الأمريكية، وتحدث عن ترامب وكيف واجه هذه السيطرة. كذلك تحدث عن محمية اليهود مراكش، وأن هواري بومدين كان يتلاعب بسياسة محمية اليهود مراكش إلى غير ذلك. إذن هذه الأطراف مثلا السفيرة الأمريكية حرضت، الله أعلم، على سعد بوعقبة لأنه تحدث عن السيادة الأمريكية. اللوبية الصهيونية كذلك خدمت جماعتها باش يستهدفوا سعد بوعقبة لأنه تحدث عن محمية اليهود مراكش. وما تقولوا ليش ما عندهمش لوبية هنا في الجزائر، عندهم، والدليل اللوبية اللي راهي موجودة في الرياض هي لوبية صهيونية عميلة للصهاينة واليهود وعميلة لمحمية اليهود مراكش. والدليل الخائن وليد صادي سحب ملف الجزائر في تنظيم كأس إفريقيا، وفتح المجال ودعم الصهيوني فوزي لقجع قطع الله عنقه الارتقاء في المناصب في المجال الكروي، وكذلك دعمه لتفتح الفيفا مكتبا في محمية اليهود مراكش. إذن هذه اللوبية هي اللي حرضت على سعد بوعقبة.